تعرف مين هو أفضل مراوغ في تاريخ مصر؟ اعمل كوباية الشاي المتينة ودوس لايك وتعالى متعك بأهم مراوغ في تاريخ مصر، الحبة السمراء عبد الستار صبري. بدأ عبد الستار حياته الكروية مع نادي النصر المصري وتألق معاهم بشدة، ومنه راح لنادي المقاولين العرب، وكانت نقلة كبيرة جدا في حياته الكروية. وقدر بسبب تألقه مستواه الساحر يروح منتخب مصر ويقدم مستويات مميزة جدا توديه إن هو يحترف في البرتغال في بنفيكا البرتغالي. ومش بس كده، ساعتها كان النادي الاهلي داخل فيه، ولكن الراحل صالح سليم فضل ان الراجل ده يحترف ويروح لمصلحة الكورة المصرية عن مصلحة النادي الاهلي. والكلام ده قاله عبد الستار صبري بنفسه. وفي اول موسم ليه عام 1999 مع بنفيكا تألق عبد الستار صبري بشدة قبل ما ينضم مورينيو لبنفيكا ويتولى تدريب الفريق. ومن هنا بدأت المشاكل، ومن هنا بدأت مسيرة عبد الستار صبري تنتهي مع بنفيكا مع أول انضمام لمورينيو للفريق. بدأ بقى يحصل صراعات وخلافات بين عبد الستار وبين مورينيو، راجل مش بينفذ تعليماته. اتقال بعدها إن هي مشاكل لغة، وكل ده بسبب إن عبد الستار مثلا بيحب يلعب من قلب الملعب كصانع لعب حر، ومورينيو كان عايز يلعبه من 5 ماتشات اللي لعبهم تقريبا معاه كعب طرف، ولكن للأسف ما أداش بنفس المستوى اللي كان بيه عبد الستار قبل ما مورينيو يجي، لانه بيلعبوا في مكان مش بتاعه. ورغم كده قدر عبد الستار صبري يجيب هدف جميل جدا ايام مورينيو، وكان رايح عايز يضربه بالبوكس لولا ان زملائه مسكوه. وده خلافات كانت شديده، وكان البرتغال كلها بتتكلم عن الخلافات دي في الوقت دوت. ولكن الموضوع خلص في الاخر ان عبد الستار صبري مشي من بنفيكا وراح ماريتيمو البرتغالي. ومن هنا خلصت قصة عبد الستار صبري مع الاحتراف سريعا سريعا رغم الموهبة الجبارة اللي كانت عنده. وعاد بعد كده إلى مصر نادي إنبي، ومنه لمصر البورسعيدي، ثم اللعب الدرجات الأدنى في مصر، وبعد كده الاعتزال. دي كانت قصة أفضل مراوغ مصري في التاريخ. عايزك تتفرج على الكام لقطة دول وإزاي الراجل بيقدر يعدي بسهولة وسلاسة ما تشوفهاش في أي لاعب مصري. مهارة مش طبيعية وإمكانيات جبارة. أنا عايز أقول لكم قصة كمان، إن الراجل دوت كان مثل أعلى لمين؟ مثل أعلى رونالدو البرتغالي. رونالدو البرتغالي اللي شافه وهو صغير بيلعب بنفيكا ولشبونة ضد بعض، وقدر عبد الستار يسجل هدف ولا أروع. ومن ساعتها بالنسبة له هو أيدول، وراح بدل معاه التيشيرتات. شوف الراجل هنا في الكورة دي بيعدي إزاي من واحد واثنين وثلاثة وأربعة بمنتهى السهولة. فري ستايل ولا أروع ولا أجمل ولا ألطف من كده. مهارات مش طبيعية. الحبة السمراء عبد الستار صبري بالنسبة لي هو أفضل مراوغ في تاريخ مصر. ساحر 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 بمعنى الكلمة. ولكن طبعا اللي حصل له مع مورينيو كان هيوديه بعيد جدا، كان ممكن يعدي محمد صلاح كمان لولا خلافاته مع مورينيو، ولولا ان زمان كان اعلاميا الموضوع مش زي دلوقتي خلاص. وبرضه المنتاليتي والعقلية ليها عامل كبير جدا. تعالوا نحلل كام جون كده في السريع مع بعض لعبد الستار ونشوف أهدافه الرائعة. يلا بينا. وده أول هدف معانا لساحر عبد الستار صبري، وهو بينيم أول مدافع على ظهره، وتاني مدافع بيرقصه رقصة التانجو الشهيرة بترقيصة ولا أروع. وبعد كده بيحط الكورة ببطن رجله بمنتهى المهارة على يمين الحارس ليعلن عن هدف ولا أروع ولا أجمل بمهارة جميلة جدا من الحبة السمراء عبد الستار صبري. وده هدف كلاسيكي والسهل ممتنع من عبد الستار صبري. الكورة جاية له من ناحية الشمال، حط يا عم وش رجلك على طول في الكورة في البعيدة عشان تروح بلياردو في العارضة الشمال وتخبط في العارضة اليمين ويسجل هدف جميل لمنتخب مصر. وده هدف من أجمل أهداف الساحر عبد الستار مع بنفيكا، وتسديدة من بره ال 18 من مسافة بعيدة ومش معدول، وبيحط كورة مش ممكن قوية جدا 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 في السوكة فوق في السبعات. الحارس المرمى ولا أوليفر كان ولا مين يقدر يصد الكورة دي. هدف ولا أروع. وكمان عشان تعرف إن هي مش صدفة، تعال اتفرج معايا على نفس الهدف بنفس الطريقة في ماتش تاني، وبرضه تسديدة قوية جدا 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 قدر عبد الستار يسجل بيها هدف جميل جدا، وبرضه مع بنفيكا في البرتغال. والهدفين زي بعض بالظبط وشبه بعض بالظبط، وده يثبت لك ان الراجل ده كان مسدد ولا اروع. وده هدف جديد مع منتخب مصر. وخلي بالك، عايزك تركز هنا مع سرعة البديهة اللي عنده. وخلي بالك من حتة تاني، ان الهدف ده بيمينه مش بشماله، وقدر يلمسها لمسة واحدة من فوق الحارس عشان يعلن عن هدف جميل جدا لمنتخب مصر بمهارة جميلة، وتبين قد
قد ايه ان احنا قدام موهبه كبيره. ولو عايز هيدرز يا عم كمان خد هيدرز اهو، حته سمكه كده من عبد الستار، حته على قديمه وهدف جميل مع منتخب مصر. على اوريك حاجه صعبه على ناس كتير قوي، انه يشوط فاول منين بقى؟ من ناحيه الشمال ويسجلها هدف وهو اشول. انت واخد بالك معايا؟ هدف من ناحيه الشمال وهو اشول، ويحطها بالدقه والقوه والمهاره دي من فوق الحيطه، وكمان تخدع الحارس وتدخل هدف. فهو لعيب كبير ولعيب مهاري جدا جدا جدا. فاولات من اليمين وكمان فاولات من الشمال، وده هدف عالمي في لشبونه البرتغالي في الديربي بين بنفيكا ولشبونه، وقدر يحط هدف ولا اروع من ناحيه اليمين من فاول في المقص فوق، وعمل للجمهور كله هص هص. ومن الماتش دوت ساعتها رونالدو اخده مثل اعلى وايدول، لانه قدم ماتش كبير وشاف مهاره وشاف موهبه كبيره جدا من عبد الستار صبري، وفاولات من كل حته. عبد الستار الساحر المصري. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير. بس كده، سلام.